السلام عليكم. هذا الفيديو اليوم غادي نهضر لكم على ممارسة الرياضة في رمضان. هذا الفيديو تكميلي للفيديوهات السابقة اللي هضرت فيها على ممارسة الرياضة في شهر رمضان. هذا الفيديو هذا غادي نهضر لكم على ممارسة رياضة الجري في شهر رمضان وكيفاش تحافظ على اللياقة ديالك وكيفاش تخلي النفسيه ديالك تكون مزيان، لان شهر رمضان خصنا نحافظوا فيه على اللياقه البدنيه ديالنا، ماشي نطوروا المستوى، بالعكس خصنا نحافظوا فقط على اللياقه البدنيه والحاله النفسيه ديالنا تكون مزيان. المهم اولا ممارسه الرياضه في رمضان، كيفاش تبقى نشيط وتصوم بصحه. بالنسبه لرمضان، شهر رمضان ماشي هو شهر انك تحبس فيه الرياضه، هو شهر الانضباط الحقيقي. ما عندكش شي عذر انك ما غاديش تمارس الرياضه لانك صايم، لا بالعكس خصك دير الرياضه، ولكن كاين شروط اللي خصك تتبعها. ثانيا، علاش خصنا نمارسوا الرياضه في رمضان؟ علاش خصنا نمارسوها؟ لاننا خصنا نحافظوا على اللياقه البدنيه، وكذلك نحافظوا على الوزن، وكذلك طاقه ايجابيه ومزاج يكون مزيان. ما نرجعوش لنقطه الصفر من بعد رمضان. يعني الا مشيتي بقيتي كدير تمارين يوميه بشده، يعني كتريني واحد لونطريمون بسرعه، كتجري بزاف يوميا وكترهق راسك، كتحس براسك خفيف وكتجري بزاف، فراه كون على يقين بانك صلاه العيد غادي تصليها غير بزز، غادي يرجع لك هذاك الارهاق، يعني غادي ترجع للصفر من مورا رمضان. المهم ثالثا، شنو خصنا نبدلوا في رمضان؟ غادي نقصوا الشده، يعني البرنامج ديالنا ديال الجري اللي كنا كنجريو غادي نقصوا منه الشده كتعني الحصص ديال الخدمه، مثل لي فارد ليك، مثل الفوتينغات الطوال، الفوتينغات اللي تيكونوا رابيد، غادي نقصوا من الشده، او غادي نخليو هذوك الحصص من بعد الافطار. هذا الفيديو هذا راه كنوجهو للجميع، نركزوا على الاستمراريه في رمضان. خصنا نركزوا على الاستمراريه ماشي على الشده، وكذلك نطولوا في الراحه، نركزوا حتى على ريكيبيراسيون باش نريكيبيرو مزيان، نسمعوا للجسم ديالنا، نشوفوا الجسم ديالنا واش غادي مع هذوك الحصص مزيان ولا كاين الارهاق. نردوا البال لان الجسم تيتاثر بزاف الا كنا كنترينيو واحد لونطريمون اللي عشوائيه، وخصوصا النهار كامل وانت صايم، وفي العشيه كتمشي كتعطيه واحد الجهد اللي ما غاديش تحس ديك الساعات، غتحس براسك خفيف، ولكن من بعد راه غادي يرجع لك هذاك الشيء وما غاديش ينفعك الندم. لذلك حاول تجرب عقلك. رابعا، اخطاء كيديروا الناس بزاف في رمضان في ممارسه الرياضه في رمضان. هاد الاخطاء هذه، الخطا الاول هو التدريب بنفس شده الايام العاديه. بمعنى نشرح لكم هذه، ان الواحد مثلا واحد كيتريني في الايام العاديه، كيجري فوتينغ رابيد ديما، هو ما عارفش، هو تيجري وصافي. ملي تيجي رمضان تيلقى واحد الحلاوه تيحس براسو خفيف، تيولي تيتريني نفس التدريب ديال الايام العاديه، والشده كيزيد فيها. بزاف الناس كيبقاو يديروا نفس السرعه ونفس البرنامج، بمعنى انك اليوم درتي فوتين تتعاودو غدا، درتي 15 كيلومتر اليوم، غدا كتعاودها، ولا غد ليه كتعاودها، وكتطلع في الريتم، كتزيد في الريتم. هنا غادي تطيح في مشكل. النتيجه هي انك غادي تتعرض للتعب ونقص الطاقه، وغادي تتعرض للاصابه. الحل هو نقص
الشده وركز على الاستمراريه. حاول في هذا رمضان تكون تركز على الاستمراريه باش يولي عندك الانضباط. يعني الا كنتي كتريني في رمضان ديما وبالعقل كتكون تتبقى عندك هذيك الانضباط. ملي تيفوت رمضان تتحس بالتغيير، كاين الفرق. يعني كتولي كتجيك ساهل انك تريني ديما. يعني رمضان دابا بحال قلتي امتحان، حاولوا هذا الامتحان هذا ندوزوه بالعقل ونأديو الواجب الديني ديالنا. هذا ديما تنقولها لكم، الواجب الديني ضروري خصنا نأديوه كامل مكمول. الخطأ الثاني هو الجري في الجو الحار، يعني في الحرارة، وبالتالي غادي تتعرق بزاف، وبالتالي غادي تتعرض للعطش واللي كيؤدي بك للخطر. يعني خطر، ما خصكش تجري في درجة حرارة مرتفعة. إذا كان عندكم الصاد بالنهار حاول تريني بالليل. اختار وقت مناسب، حاول تختار شي وقت مناسب، إما قبل الفطور أو لا بعد الفطور. قبل الفطور يعني بنصف ساعة. إذا كان عندكم الجو صعيب ولا ما كنتيش انت كتقدر تجري بزاف، حاول تجري قبل الفطور بنص ساعة من بعد باش تفطر مباشرة، أو لا تريني من بعد الإفطار ماشي مشكل. من بعد الإفطار ماشي مشكل. ثالثا ما كنشربوش الماء الكافي. هذا هو الخطأ الثالث، أننا ما كنشربوش الماء الكافي بطريقة تدريجية. الماء كنشربوه بطريقة تدريجية، ماشي كنشربوه الماء بزاف دقة واحدة، لا كنشربوه بانتظام. الماء كنشربوه بانتظام بعد الإفطار طبعا. بالنسبة للخطأ الرابع، هو الأكل كيضيع كل مجهود. إلا كنا تناكلو بزاف، الماكلة بزاف خصوصا بالليل، راه كاع داك المجهود اللي كدير في الحصص التدريبية وكتستافد راه كيضيع لك كل مجهود الرياضي. أخيرا الاعتدال وهو السر. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. ما تنساوش تفرجوا في هاد 2 فيديوهات هادو، وما تنساوش تشاركوا معنا الاراء ديالكم والاسئله ديالكم في لي كومونتير. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا. رمضان كريم والسلام عليكم.